راني عاود جيتكم بالهليلات يا البنات، تبعوا معايا الفيديو حتى للتالي. ما تنساونيش خواتاتي بجام وتعليق وبارطاج للفيديو. وهاد الخطرة جيتكم بكمية كبيرة درتها للعيد ان شاء الله. الخطرة اللي فاتت درت كمية قليلة غير باش نجربه وباش نوريكم كيفاش يخدموه. هاد الخطرة نعاود نديرها لكم وبطريقة مفصلة. جبت 250 غرام تاع زبدة تكون طرية كيما راكم تشوفوا، حطيتها في الاناء نتاعي. راح نزيد عليها هنايا كيما راكم تشوفوا في الفيديو 2 مغارف نتاع السكر كلاصي، وراح نزيد عليهم 2 ملاعق كبار تاع زيت. هنا الزيت راح يخلي الصابين تاعنا هذا يكون طري البنات. كاين يستعمل النشا وكاين يستعمل الزيت، انا نفضل الزيت. انا زدت حبه نتاع بيض وراح نزيد حبه نتاع صفار، حبه بيض كومبلي وحبه نتاع صفار، وراح نزيد رشه نتاع ملح وملعقه كبيره نتاع كاكاو. الكاكاو هنايا نختاروا الكاكاو البني، ما ننساوش. هنايا انا البنات درت لاغوم تاع البندق يعطيني واحد البنه ما نحكي لكمش، بصح شاولا ما تكتروش كما باسكو الا فات فيكم كترتو غادي يمد لكم مروريه. ديروا غير شويه يا البنات. هنا كما راكم تشوفوا خلط كل شيء بالباطر. انا نبغي نخدم الباطر البنات، خلط كل شيء باش كل شيء يدخل مع بعضه. سورتو الدهان يا البنات انا نبغيه ما يقعدش هكا يبان الصفوريه تاعه، نبغي كل شيء يتخلط كيما راكم تشوفوا. خلط كل شيء في رحبه. وهنايا غادي نوجد في الفرينه نتاعي كنت غربلتها وزدت عليها 4 ملعقه صغيره نتاع خميره كيميائيه. هنا الخميره يا البنات ما تكتروش بزاف، ديروا قرصه. الهليلات هادو ما يليقش ينتفخوا، الا نتفخوا لك ما غاديش ما عندكش وين تحطي الحشو نتاعك. صايا البنات كيما راكم تشوفوا لميت كلشي في رحبه بعد ما درت الفرينه ودرت رشه نتاع الخميره الكيميائيه. وهنايا البنات خلوها طريه ما تخلوهاش قاصحه، هنايا تجي طريه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش خواتاتي بقناتي جديده هذه ان شاء الله نحط لكم فيها الوصفات جدد بجام وتعليق وبارطاج. كما راكم تشوفوا ها دروك راهي واجده العجينه تاعي، راح نخليها تريح شويه وما بلا ما ريحت نروح نفهمكم بهاد ليمول كيفاش تخدموا بهم. شعب واحد سقساني في الانستغرام في السناب تاعي، انا نحط بزاف في السناب، ما تنساوش ديروا لي ابوني في السناب تاعي كويزين فاتي. يقولوا لك كيفاش تخدمي بهم، كيفاش ما يتحلولكش وكيفاش ما ينتفخولكش، كيفاش ما ينقردولكش. قاعد الاسئله واجهتها دروك غادي نجاوبكم وحده بوحده. الحاجه الاولى نجيب المول تاعي كيما راكم تشوفوا، حطيت فيه لا فرينه لا والو، حطيت العجينه تاعي. هنايا نخدم بالساشي كيما راكم تشوفوا باش يساعدني. هنايا كي نحط المول الزاوج عليها راح ندخله كامل هكا باش العجينه تجيني نيشه ما تجينيش غليظه بزاف. ندخلها كاع كيما راكم تشوفوا، ما تدخلوش حدكم باش ما يجيش رقيق بزاف حتى وين الجهه تاعكم يكمل تماك صاي تحبسوا. كما راكم تشوفوا جاتني عجينه متساويه، جاتني شابه. ونقلع الزوائد تاوعي ومن بعد راح نثقبها بالكيردون ولا تثقبوها بالفرشيطه ولا اي حاجه عندكم هكا باش ما تنتفخلكمش بزاف يا البنات ويدخلها الهواء. راح نزيد معاكم حبه اخرى باش تفهموا غايه. هنا ثقبتها بالفرشيطه كما راكم تشوفوا. شوفوا يا البنات زدت معكم طريقه اخرى باش تفهموا. جبت المول تاعي حطيت فيه العجينه عادي، انا ندوره كيما هكا باش يساعدني. شوف لكم الاختيار المهم يكون كاع المول فيه العجينه ماشي جهه فيها جهه ما فيهاش. سورتو يا البنات سلقنت حاجه تنساو باش تجيكم الشكل تاع الهليله شابه صح. هنا زدت الساشي فوقها ومن بعد حطيت فوقها مول اخر وزيرت. زيروا حدكم صاي كي توصلوا داك الحد تاعكم اللي هي صاي ما تنجموش تزيدوا صاي تما تحبسوا هكا تعطيكم شكل هليله شابه ما تجيش رقيقه بزاف وما تجيش غليظه.
ونقلع الزوائد كما راكم تشوفوا خواتاتي، ونثقبها بالفرشيطه ولا باي حاجه تكون عندكم، وراح ندحقلها للفرن. هنايا البنات الفرن تبعوا معايا كيفاش راح نحطوها في الفرن، باسكو هنايا عندها واحد لاستيس ديروها في الفرن باش ما يجيكمش المول تاعكم حبه هاوده على حبه. هي في هذا المول تجي حبه هاوده على حبه، بصح ما تجيش حال هذيك الدرجه، فهمتوا؟ تجي غير شويه، لا غالب هو المول هكا يجي. كما راكم تشوفوا حطيت السنيوه تاعي وحطيت فيها ليمون، راح نحطها بهذه الطريقه، نحطها على الوجه نتاعها كيما هكا وندخلها الطيب يا البنات. بعد ما طابت لي، شوفوا يا البنات كي طاب لي ما خليتش بزاف، انا شعلت عليه من تحت ومن بعد شعلت عليه من الفوق. وهنايا ما تقلعوش ليمون تاعكم هما حامين، خلوهم حتى يبردوا باش ما ينقردوا لكمش. وسيحفوني يا البنات، طيبوه نهار قبل وخلوه يريح عادك باش تبداو ديروا له الحشو وتزينوه هكا باش يكون قاعد بروحه. في الحشو لكم الاختيار، انايا في الجهه الاولى الهليله الاولى اختاريت كاوكاو يكون مرحي كما راكم تشوفوا، ما يكونش مرحي بزاف شويه، وزدت عليه الكراميل. هذا الكراميل كنت وجدتها معاكم قبل، شوفوا دخلوا في اليوتيوب تاعي تلقاوه، وزدت عليه لاروم تاع البندق وخلطته. اما في الهليله الزوجه راح ندير النيسلي كيما راكم تشوفوا. النيسلي هذا الثاني وجدته معاكم في القناه تاع اليوتيوب تاعي، ادخلوه وتشوفوا كل شيء صنع منزلي. هكا وجدت الهليله تاوعي كاع، ودرت وحده فيها هذاك الحشو الاول والزوجه فيها الحشو الثاني. هنايا الحشو يبقى اختياري، درت معكم انا هذو الهليلات قبل وما درتش هذا الحشو، درت حشو اخر، ثم لكم الاختيار يا البنات. هنايا بعد ما درت سكمت كل شيء يا البنات، درت حبه فوق حبه. كي يبقى لكم هادو كل جوايه منهم المحلولين، نعطيكم طريقه باش تبلعوهم البنات. قضبوا الحشو نتاعكم كما راكم تشوفوا وبلعوه بالحشو. هذا هو البنات السر اللي قلت لكم عليه باش الحبه تجيكم متساويه. هنايا تحطوهم يريحوا. الا كانت عندكم الحشو كما درتها انايا كانت شويه جاريه، خليتها في الفريجيدان جمد شويه عادك باش جبته وكلاصيته. دوبت الشوكولا بالحليب. هنايا انايا في 100 غرام تاع شوكولا ندير مغرف تاع زيت. هنا كانت عندي 200 غرام شوكولا، درت 2 مغارف تاع زيت. هنايا طليته كيما راكم تشوفوا وحطيته في البابي باش يساعدكم من بعد تقلعوه البنات. وكملت كاع الحبيبات نتاوعي كيما راكم تشوفوا البنات في الفيديو. ما تنساونيش خواتاتي بجام وتعليق وبارطاج لهذا الفيديو الى عجبكم. اي وصفه البنات راهي بحرت لكم، اكتبوا لي في كومونتير ونديرها لكم ان شاء الله. زدت معكم هنايا حبه البنات باش تشوفوا. راح يجي بنين البنات هذا الكاطو، جربوه عن تجربه. هو يغبن شويه يتفتت لك، فيه بزاف يعني فيه بزاف خدمه يشد اليد، بصح يجي بنين. حاجه جديده البنات. هنايا كنت كملت كاع الحبيبات نتاعي كيما راكم تشوفوا. 250 غرام جاتني بزاف البنات، يعني هذيك هي تكون عندكم عائله صغيره هذيك هي تقدكم. هنايا زينتها كما قلت لكم غادي نزينها غير بفايدور، درتها في القنت هكا بفايدور. وكملت البنات الوصفه تاعي درتها في الكيسات كما راكم تشوفوا. هكا تكون كملنا الوصفه تاع اليوم. ما تنساونيش خواتاتي بجام وتعليق وبارطاج الفيديو، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.